فكرة فيديو النهاردة هنعمل كشف برقة على النقاد واسلام قاسم السفاح، ان هما شالوا السفاح البشر بالعربية وهو مات بقى. مات يا جدعان. دلوقتي اول لقطة يا جدعان، بص على اللقطة دي وانا السفاح واقف صور فين؟ البلكونة اهو. دلوقتي بقى هما مستنيين السفاح البشر ينزل من تحت عشان ايه؟ يخبطوه. دلوقتي بقى يا جدعان السفاح البشر نزل، يعني هو من الخبطة اللي خبطتها له دي مات. ازاي يعني؟ ده يعني هو اصلا واقف كده وانت رايح تخبطه راح نط على العربية. هو سلحفة ولا قرد ولا فيها يا جدعان؟ قلت لك عليها مكسور في العربية، وقع تحت والعربية دست عليه وما حصلوش حاجة. دلوقتي بقى يا جدعان نخش في الجد شوية. دلوقتي هما بيقولوا سفاح البشر مش مات. ازاي بقى؟ هو اصلا مش مات، صح؟ مش مات عشان من الخبطة دي هيموت يعني. والسفاح البشر مش بيموت. يا ابني انت هتروشني. سفاح البشر مش بيموت ازاي والناس كلها لما تموت بتموت مش بتعيش تاني؟ مفيش كلام عيش تاني ومش عارف ايه، ده كلام بيبقى ايه كده. اللي مش عاوز يصدقني ما يصدقنيش. بص يا جدعان، الناس عمالة تتفرج علينا. يا اسلام انت عمال يبص، ما تضرب يا مكار واخلص يا مكار. انت تقعد تبص على السفاح كتير. واللقطه اللي بعدها يا جدعان سبحان الله، يعني اسلام قاسم دخل البحر وطلع تاني من الشط. حلوه الحركه دي يا جدعان. بص يا جدعان طلعوا اسلام قاسم من البحر، بقول الشط اللي طلعه. مفيش كلام من ده. انا لو دخلت البحر مش هطلع تاني، انا هطلع وانا بص يا جدعان متلج كده يا جدعان. ازاي هو طلع؟ اولا يا جدعان لما اسلام قاسم السفاح غرقه في البحر، ده من اول الشط مش من جوه خالص. يعني هو ممكن يكون لف وهو اصلا ورا الكاميرا. اسلام قاسم ورا الكاميرا، بعد كده بيعملوا قط، يقفلوا فيديو يفتحوه تاني يحطوا اسلام قاسم في البحر كأنه بقى وعمال يتف. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ كده كنا هنا الفيديو. لو عاوزين الجزء التاني من كشف برقة نكمل الفيديو تاني قولوا لنا في التعليقات. وبحبكم قوي قوي قوي. تقدروا توصلوا لل1000 عشان تفرحونا يا جدعان. ومعلومة واحدة يا جدعان، ان بسكوتة ده واحد صاحبهم، مش بسكوت اصلا، واحد صاحبهم عامل نفسه عبيط عشان احنا نضحك. تمام يا جدعان؟ في ناس عارفهم بيزعلوا مني بس ما تزعلوش والله، انا مش بقول حاجة كده. هما اللي كدابين والمصحف. ركزوا، وانتوا لو ركزتوا هتعرفوا من غير ما انا اقول لكم. استنوا الجزء التاني.